السلام عليكم خوتي، إن شاء الله تكونوا بخير. مولينا مجددا يضرب بقوة ويهدد إلى اللجوء إلى أكبر هيئة إعلامية في العالم لفضح المزيد بما يخص أروقة الكاف ومسؤوليها. توضيح مولينا وصورة فوزي لقجع تحت مجهر المساءلة. الصحفي الاستقصائي الفرنسي رومان مولينا كسر صمته مجددا، موضحا تفاصيل ما جرى عقب الاجتماع اللجنة التنفيذية للكاف، حين طرحت قضية توجيه إهانات من فوزي لقجع لرئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم أمام أعضاء حاضرين. مولينا شدد على التمسك بكل معطياته، متحدثا عن محاولات يصفها باليائسة لتشويه سمعته عبر بيان غير موجود أصلا على منصات الاتحاد النيجيري. بحسب مولينا، ما يحدث لا يستهدف المغرب كبلد، بل يسلط الضوء على سلوكيات داخل أروقة الكاف باتت محل تساؤل وانتقاد متزايدين من صحفيين وإعلاميين دوليين. مع توالي المعطيات بدأت تتكشف اللوبيات والضغوط ومحاولات التأثير داخل الاتحاد الإفريقي، بالتوازي مع التساؤلات حول دور رئيس الكاف باتريس موتسيبي، الذي يظهر فأكثر كرئيس شكلي تدار الخيوط من خلفه. مولينا لوح بكشف تفاصيل أدق عبر وسيلة إعلام دولية، في إشارة واضحة إلى أن الملف لم يغلق، وأن ما سيأتي قد يكون أخطر. نهائيات كأس إفريقيا الأخيرة قدمت وفق هذا السرد كنموذج لهذه الممارسات، حيث استخدمت أدوات متعددة لمحاولة تتويج منتخب البلد المنظم، غير أن الواقع الكروي قال كلمته في النهاية. السنغال حسمت اللقب برجالها لا باللوبيات، وبعد نصف قرن من الانتظار سقط المشروع أمام منتخب كان الأقوى ذهنيا وفنيا. لا تنسونا بآرائكم في التعليقات. سلام.